السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كيف ديما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو فلاش الجديد ديال ليزي 2026 واللي غادي يخدم بزاف ديال العائلات، واللي هو تعديل بالنسبة لي أنا تعديل إيجابي صراحة، لأن القانون هذا اللي كان ديال ليزي كان أثر بزاف على العائلات وحرمهم من بزاف ديال المساعدات اللي كان من حقهم أنهم ياخذوها، ومنها لاسينيو دي انكلوزيوني. الجديد اللي كان الاخوان اللي تكلمت عليه الحكومه بخصوص ليزي، يعني التعديل اللي غيديروا في ليزي في 2026، واللي كان من الاقتراح ديال ماتيو سالفيني وزير النقل، هو اللي اقترح هذه المساله دي اللي غادي يديروها في ليزي. يعني واحد التعديل غادي يكون في ليزي، واللي هو انكم ما تبقاوش، واللي هذه المساله كانت كتاثر قبل، حاليا في 2026 غادي تطبق، غتساعد بزاف ديال العائلات ان ياخذوا بعض الحقوق ديالهم اللي كان من حقهم انهم ياخذوها، ولكن اثرت عليهم الدار الاولى اللي كانوا كيشريو. يعني الانسان كياخذ الدار كيشريها، كطلع له ليزي وكيتحرم من بزاف ديال المساعدات، كيعرفوا عنده الدار في الملك ديالو، كيحرموا من بزاف ديال المساعدات وكيطلع له حتى ليزي، وكيكون بعض المرات كيأثر له حتى بعض المساعدات من حقه انه ياخذها على حساب الابناء ديالو. على اي القانون والاقتراح ديال ماتيو سالفيني وافقوا عليه من طرف الحكومه، واللي هو انه بدايه من 2026 ما غاديش يبقاو يدخلوا الدار الاولى اللي غادي تاخذوا. خديتي واحد الدار ديالك وهي الاولى لك، يعني ماشي الدار الاولى والثانيه والثالثه، الدار الاولى كتاخذها، ما غيبقاوش يدخلوها في ليزي، وما غاديش تبقى تحسب في ليزي، وبالتالي ما غتبقاش تاثر لك على المساعدات. لان كاين بعض الاخوان والاخوات مثلا اللي خداو دار مثلا ب 40,000 او 45,000 ديال الاورو، ما بقاش من حقهم انهم ياخذوا لا سينو دي انكلوزيون، رغم انهم عندهم غير هذيك الدار بوحدها. كاين بعض المرات كتاخذ دار ما كتبقاش خدام، ولكن هذيك الدار كتحرمك من بزاف ديال المساعدات، ما تبقاش تاخذهم بحكم ان عندك دار. بالعكس، كيف ما قال سالفيني الاقتراح ديالو، قال بان بعض العائلات اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير وكبير بزاف وكياخذوا واحد الدار مثلا بواحد المبلغ معين ديال 50 او 55 او 60 الف ديال الاورو، وهذيك فاش كياخذوا الدار خصها تدخل في ليزي، لان واحد الباتريمون خصها تدخل في ليزي، كتاثر لهم على المساعده في الوقت اللي كاين بزاف ديال العائلات على حسب سالفيني قال بان عندهم الفلوس ولكن ما كيديكلاروش في ليزي. يمكن عندهم ربما اكثر من ذاك المبلغ اللي خدا به هذاك الشخص الدار، ولكن مع ذلك كياخذوا المساعده. بمعنى ان يعني سالفيني ان هذوك الناس كيتحرموا بعض المساعدات اللي هما من حقهم في الوقت اللي كياخذوا بعض الناس اللي هما عندهم الفلوس ولكن ما كيديكلاروش، ما عندهمش املاك الى غير ذلك. فهنا قال باش تكون واحد المساواه ما بين العائلات، ونشجعوا حتى العائلات حتى هما انهم يمشيو ياخذوا الدار، ما يبقاوش يخافوا ان ديك الدار غتاثر لهم على ليزي او على بعض المساعدات اللي بحقهم ان ياخذوها، لا بالنسبه للمساعدات الشخصيه ولا المساعدات ديال الاطفال ديالهم. نخليهم انهم ياخذوا الدار ولكن ما تدخلش في ليزي، وهكا الناس غادي تشجع وتبدا تاخذ مثلا الاملاك تاخذها، ما عندهاش مشكل بان راه واحد المساعده ديال الابن ديال الاطفال غادي تاخذهم، المساعده مثلا ديال الشوماج غادي تاخذها الى غير ذلك. كيف انا كانوا الناس متضررين بزاف اللي كانوا كياخذوا الدار ومن بعد واحد المده ما كيبقاش خدام وما كيبقاش عنده حق انه ياخذ لا سينو ديكلوزيون مثلا، او مثلا بعض البونوسات مثلا كيكون حق مثلا لا زيرونيدو اللي كان واحد الوقت يعني ليزي كيكون هابط باش يمكن لك تاخذه، كان اثرت على الناس بزاف، وكاين الناس ما بقاش قادره انها تمشي تاخذ دار، يعني تفادي هذا المشكل هذا. على القانون ديال 2026 الاقتراح ديال سالفيني تم الموافقه عليه، وبدايه من 2026 الدار الا خديتوها اللي ماشي غتاخذوا 2026، حتى الناس اللي واخدينها من قبل ما غتبقاش تدخل في ليزي ان شاء الله، على حسب باش تمكن بزاف ديال العائلات انه ياخذوا الحقوق ديالهم في حاله ما اذا كانوا في حاجه ليها. اظن ان هذا القانون هذا غادي ينصف بزاف ديال العائلات، لان كيف قلت كاين اللي شاري الدار وما خدامش، اشنو غادي ياكل؟ يعني فاش كيقلبوا كيقعدوا الدار كيحرموا من المساعده، بينما كاين ناس عندهم مثلا فلوس ولكن ما شارينش الديور وكياخذوا المساعده، يعني كتقعدوا نفس المشكل، ولكن واحد كياخذ اللي شاري الدار ما كياخذش، واللي ما شاريهاش كياخذ. يعني باش يحيدوا هذا المشكل هذا ما غيبقاش يدخل الدار الاولى، كنتكلم على الاولى ما تبقاش تدخل في ليزي، بينما الدار الثانيه غادا تدخل في ليزي. اعتقد ان القانون الاخوان منطقي. رايكم الاخوان في هذا القانون هذا اللي غيكون في 2026 ان الدار ما تبقاش تدخل في ليزي، الدار الاولى ما تبقاش تدخل في ليزي؟ اشنو رايكم في هذا القانون هذا؟ كيف ديما الاخوان اذا كان اي سؤال خلوا لي في التعاليق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.